ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. انا جوري. نبدأ الفيديو بحمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعة بقى الثوم الاخضر، وده الموسم بتاعه، طبعا هو نازل من اول الشتاء. فانا جبت ربطة واحدة وقلت هعملها معاكم. هنضفها وهجهزها وكل حاجة مع بعض ان شاء الله. واستخدموه في حاجات كتير بيبقى حلو. هنعمل منه دقة حلوة، عملت منه الدقة اللي فاتت وهنعمل منه الدقة الجاية. ده انا نضفته اهو، وهغسله وارجع لكم على فكرة. واستخدموه في المخللات وفي الدقة الفول وكل حاجة، بيبقى حلو قوي. ده بعد ما اتغسل بصوا نور كده وشكله بقى حلو ازاي. نضفته وعزلت الروس لوحدها، الروس البيضة لوحدها. تقدري تطبخي بيها عادي جدا. وادي الورق الاخضر، هنعمل منه كمان كام يوم اكلة حلوة قوي. بصوا يا جماعة، ده الورق الاخضر قطعته لوحده كده. ده كله يا جماعة من ربطة واحدة. ودي الروس البيضة. تمام. انا كنت شغالة بالليل، حطيته في التلاجة بعد ما قطعته، وتاني يوم بقى بنكمل الفيديو مع بعض. جبت الكبة القمر بتاعتي دي، يا ربنا يخليها لي يا رب. وهفرم اول حاجة الثوم الابيض. وبعد ما بفرم دايما بدي رشة ملح وبقلبه بعد ما بخلص على طول. وهنا بقى هفرم دلوقتي الثوم الاخضر. ده الثوم الابيض حطيته في كيس. بنحط الزيت ولا اي حاجة يا جماعة، هي رشة ملح وبس على كده. وده الثوم الاخضر هديله كمان رشة ملح واقلبه. ده الورق يا جماعة بتاعه، هو كله ثوم اخضر. ده الورق و... والتاني ده الروس الابيض. والشوية اللي فاضلين في الكبة هنفرمهم مع بعض، بس هنعمل لهم بقى دقة زي القمر. حطي منها للفول، اعملي منها المخلل البتنجان وال... والطماطم وكل حاجة. تتلاقى فرمة كده مع رشة ملح. ودول 4 طماطميات لاني عاملة كمية المرة دي. وليمونة وحبة كزبرة خضراء او بقدونس اللي انت عايزاه، ومعلقتين كبار خل. وهحط قرن فلفل اخضر، واحد بارد وواحد حامي. هنزل بيهم كلهم كده في الكبة وافرم بقى. اهو يا جماعة حطيت له في حتة اتحذفت من الفيديو معلش. حطيت زيت وكزبرة وكمون وملح، ولو حابين تحطوا شطة حطوا. الكيس ده هبعته لست الحبايب ان شاء الله في البيت. وادي الدقة بتاعتي، حطيت على وشها حبة زيت حلوين. وهقفلها واخليها في التلاجة. احنا عملنا قبل كده منها البتنجان وكان طعمه حلو قوي، بس من غير خضرة بقى. ضيفوا له خضرة وهيبقى حلو. نتقابل فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.